مساء الفل على كل الناس اللي بتتابعنا، ويا رب النهارده يكون يوم جميل على كل الناس يا رب ان شاء الله. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين، خلاص داخلين على شهر رمضان المبارك. كل سنه والامه الاسلاميه بالخير والسعاده يا رب ان شاء الله، ووفقنا الله فيه على الصيام والقيام والسجود والركوع، ووفقنا الله فيه للعباده والذكر باذن الله سبحانه وتعالى، ويجعلهم 30 يوم على كل الناس يا رب سعاده. ده كده رقم واحد. رقم اتنين، لما كل العوامل تساعدك ان انت يكون عندك مباراة فيها تحدي كبير جدا جدا، والنادي الاهلي موفق في المباريات اللي بيبقى فيها تحدي. انا ما كنتش اتوقع ولا كنت اتخيل ان انا اقعد في يوم من الايام اتفرج بس على ماتش سان داونز او ماتش الهلال، او ان انا احس ان النادي الاهلي حاططني في خانه ان انا قاعد دلوقتي مستني مساعده حد. ولكن لما العوامل والقدر يشاء ان انت تتحط تحت التحدي ده، يبقى لازم لاعيبه النادي الاهلي ياخدوا الموضوع بمنتهى الجديه. لازم يفهموا ان المباراه دي مباراه تعديل المسار، اسمها مباراة تعديل المسار. ممكن مباراة في الموسم تطلعك سابع سما وتخليك طول الموسم انت كويس، انت شغال كويس، انت شغال على نفسك كويس. الهزيمة بتجيب هزيمة، الهزيمة بتجيب هزيمة يا جماعة، ولكن الفوز بيجيب فوز. فأتمنى من لعيبة النادي الأهلي يتشبثوا جدا جدا بالفرصة دي. عايزينهم يصالحوا جماهير النادي الأهلي اللي وراهم في كل حتة، واللي بتدعمهم في كل مكان. وكل ما يروحوا حتة يلاقوا جماهير النادي الأهلي. في مباراة القطن الكاميروني موجودة جماهير النادي الأهلي، في مباراة الهلال موجودة جماهير النادي الأهلي، في صن داونز موجودة جماهير النادي الأهلي. فاتمنى ان لعيبه النادي الاهلي ما ينسوش هزيمه صن داونز، ولكن ياخدوا الموضوع تحدي. بعد تصريحات الناس المسؤولين في الهلال السوداني وطريقه التصريحات اللي هم كانوا بيتكلموا بيها، وان هم هيفوزوا على النادي الاهلي في القاهره وياخدوا بطاقه التاهل من عندنا هنا، لازم برضو ارجع واقول لحضراتكم تاني، لعيبه النادي الاهلي لازم يكونوا فاهمين الكلام ده كويس جدا. لازم يكونوا فاهمين الكلام ده كويس جدا. عايز احيي فريق صن داونز بصراحه، لان هو لعب بشرف ولعب بامانه، وما حاسسكش ان هو عايز يسيب الماتش ولا حاجه. ضربة جزاء في الدقيقة 89 يعني كان ممكن تقلب لك مجريات خلاص. يعني انت لو ضربة الجزاء دي جت جون، خلاص النادي الاهلي بره البطولة. ولكن حكم اللقاء النهارده بصراحة علامة استفهام كبيرة جدا. صادق السلمي هو مش صادق بصراحة، لان الراجل ده ما ادارش المباراة ادارة عادلة. وده هياخدنا الملف تاني هنتكلم فيه ان شاء الله في الموضوع اللي جاي. ولكن انا عايز احيي برضو الجون بتاع سان داونز بصراحه، برغم الخطا اللي هو اخطاه النهارده، يعني خطا يعتبر ساذج. وانت حارس كبير وانت فايز 1-0 والدنيا معاك كويسه، ما ينفعش ان انت تغلط الغلط ده، ولكن وارد مفيش اي مشكله. ولكن ده يفهمك او يعرفك ان انت كويس جدا ان انت وقعت مع فرقه اسمها سان داونز. يعني شفنا المؤامرة اللي عملها نادي الترجي، وخلينا نتكلم بأمانة، مع نادي الزمالك السنة اللي فاتت، خرجوا من بطولة أفريقيا بفعل فاعل. وشفنا الكلام ده كلنا، وحاجة كانت يعني حاجة أنت تستاء منها، حاجة أنت ما تحبهاش. حاجة النهاردة عايز تشوف اللعيبة في الملعب بتلعب وبتقاتل بشراسة وتقاتل بشرف وتلعب باسم بلدها، يبقى أنت النهاردة لازم تعمل زي فريق سان داونز. ولكن ان انت تعمل مؤامره على فرقه عشان تطلعها، لا، انا مش مع المبدا ده اطلاقا. فاتمنى من لعيبه النادي الاهلي، جهاز النادي الاهلي، كل دلوقتي الكره يا جماعه في ملعبكم، انتوا اللي تقدروا تخوضوا التحدي ده وتكسبوا التحدي ده، ونشوف النادي الاهلي بيكمل في البطوله وممكن يوصل للنهائي وقبل النهائي ونقابل صن داونز، ونقدر ان احنا كمان نكسبه. لان احنا برضو مش عايزين ننسى الهزيمه اللي اتهزمناها من صن داونز. في يوم ما هتقابل الفرقه دي لازم ان شاء الله باذن الله، مش هيكفيني غير ان انت تغلبها وتطلعها في دور الثمانيه، في دور ال16، في النهائي. ما عنديش اي مشكله في اي وقت انت تطلع الفرقه دي. عايز اتكلم في نقطه التحكيم. كلنا شفنا يا جماعه الموضوع المضحك بتاع ان الراجل اللي جاي بتاع لجنه الحكام ده عامل اختبارات للحكام وحصل اصابات والكلام ده كله. ولكن في ظل الحاجات المظلمه دي والحاجات اللي مظلمه علينا دي، ممكن يطلع لك بارقه امل كده. عايز اتكلم يا جماعه معلش على حماده القلاوي، الحكم اللي اسمه حماده القلاوي. بصراحة الراجل ده يا جماعة حكم محترم جدا جدا، حكم ما بيفرقش معاه ألوان، حكم واخد باله من نفسه، حكم ما شاء الله رشاقة، ما شاء الله مرونة في الملعب، قرارات ما بيقلقش، ما بيخافش من حد، قرارات سليمة. يعني بصراحة يشرفني كمان ان الراجل ده من سوهاج وانا من سوهاج،
ولكن والله يا جماعه بجد الحكم ده ان شاء الله ليه مستقبل كبير جدا جدا، وهنشوف ان شاء الله بياخد الشاره الدوليه ويلعب دوليا ويلعب في كاس عالم، لان هو حقيقي يستحق. الناس اللي متابعه الماتشات كويس اللي بيحكمها حماده القلاوي، الراجل بيعمل ماتشات محترمه جدا، حزم وقوه وحاجه يعني محترمه. ربنا ان شاء الله يوفقه، واتمنى يعني اتمنى من منظومه التحكيم كلها بالكامل ان هي تتعدل شويه. ألف مليون مبروك للكابتن محمود عبد المنعم كهربا، خلاص رجع للمنتخب تاني. والراجل بصراحة يا جماعة من ساعة ما رجع من موضوع الإيقاف ده، والراجل بيقدم مستويات محترمة جدا. يعني الراجل مفيش ماتش تقريبا لعبه كهربا إلا لو عمل فيه أسيست أو سجل، بيحط هاتريك في القطن الكاميروني، حاجة يعني يا جماعة السهل الممتنع. ألف مبروك، وإن شاء الله بإذن الله يأدي مع المنتخب كويس جدا، وان شاء الله يعمل طفره مع المنتخب ونخلص من موضوع الكهرباء والغرامه اللي على الكهرباء، وربنا يوفقه ان شاء الله. انا كنت مبسوط جدا جدا النهارده انا كنت معاكم، اتمنى يا رب الناس تتفرج علينا على الفيسبوك، تعمل لنا نشر الحلقه وتسيب لنا الكومنت الجميل ونتناقش في الحلقه. اتمنى الناس تتفرج علينا على اليوتيوب، تعمل لنا سبسكرايب للقناه. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.